صباح الخير. اليوم تأخرت عليكم ترى كان الطريق مقطوع. طبعا شلون الطريق اليوم دمرت بالقوة. يلا وصلت والله العظيم. والله ازدحام هذول قاطعين القناة كانوا. إنه مكان ليس إلا داخل بغداد، بيت قديم في حي الوزيرية تحول إلى كافيتيريا وقاعة عرض للوحات، مكان اعتاد الفنانون والمثقفون في بغداد على ارتياده طوال سنوات العقد الماضي، ولم تغير الظروف والتحولات من أهميته لديهم. قريبا من أكاديمية الفنون الجميلة وقريبا جدا من مبنى السفارة التركية ستعثر على جاليري وكافتيريا حوار. أبواب مشرعة للفنانين والمثقفين في بغداد، وهي مشرعة لغيرهم أيضا. أنا اللي أقوم بواجبات الكافتيريا ومسواقها وأجيب الصمون الصبح وهي العمال، احضر العمال عن النظافه والهذا، ارتب البكان يعني على مود من يجون الزبائن عندنا الفنانين قصدي يشوفون البكان نظيف جميل. بس بالجامعه سياره هاي لا برا يمكن يمل هاي سياره هاي. إنه مكان وسط بغداد. لا سياره هاي سياره. علمنا فيما بعد أن الانفجار وقع على مسافة 100 متر تقريبا من قاعة حوار قرب نادي الصحفيين، وهو بالطبع ليس الأول من نوعه. تتناسب ويا شوف قاسم من ماكو طين اشتغل انت سوي ما هل يتحول الى خطاط. لا رسم، هذا رسم الحرف مو بالضروره، والباك جراوند مشتغل على الثيمه هاي بيها نوع من التصميم. انا افضل ايش كان عمل شوف هنا ايش كان عمل صار لنا 24 عام بيسوي لك ذي المعرض ان شاء الله. معرض مال السيارات حتى طبعا هاي قطانه شبوط اكو قطان هذا البز ما يتحاسب بزر.
الأماكن الشبيهة بقاعة حوار انحسرت بشكل كبير داخل بغداد، إن لم نقل إنها تكاد تكون قد اختفت تماماً بسبب وطأة الأوضاع الأمنية على مرافق الحياة المختلفة. أغلقت مقاهي المثقفين الشهيرة أبوابها، كمقهى الشابندر الكائن عند نهاية شارع المتنبي الشهير بكونه سوقاً للكتب، ومات هذا السوق أيضاً. وانحسر رواد مقهى حسن عجمي، ولم تعد صورة المقاهي الثقافية ببغداد تذكر بشيء عن حياتها السابقة. ورغم كل رماد التسعينيات من العقد الماضي، إلا أنها فترة شهدت رواج العديد من قاعات العرض الفني في بغداد، كقاعات دجلة وبغداد والإناء والميزان وأكد والدروبي وأثر. ولكن الحياة تلاشت فيها الآن، وأغلقت كل هذه القاعات أبوابها بسبب الأوضاع الأمنية المتردية داخل بغداد، وانحسار الجانب الاجتماعي في نشاط المثقفين والفنانين. هذه الصورة انسحبت بدرجة أو بأخرى على قاعة حوار نفسها. حوار حضرت لها قبل فترة، كنت ما أعرف هاي الحوار، لكن سامعة عنها أنه موجودة، وكنت أخاف أنه أدخل لها بسبب أنه الصبات الكونكريتية كانت موجودة، يعني كل ما بالي أنه ممنوع الدخول لها، لكن قدرت أوصل لها. ردت أحصل على بروجرام الخاص بالقاعة. اللي وجدته انه واللي اكتشفت واللي انصدمت به بالاساس انه لما سالت على البروجرام وجدت انه صاحب حوار مليان باليأس، وانه مقرر قرار انه لازم تنقفض حوار، وانه ان لا تمارس نشاطها بعد الان. زين، تفاجأت بانه اكو يأس زين مسيطر على حوار وعلى صاحبها وعلى الناس اللي توصل لها. المشكلة اللي انطرحت علي واللي تحاورت من خلال صاحبها عنها، يعني سألته شنو هذا اللي دا يصير بحوار وشنو هذا اليأس. قال لي انه اكو هوايه امور، منها الامن، منها الصبات الكونكريتيه، منها المحاربه للفنان والمثقف العراقي، هي اللي خلتني واللي راح تجعلني انه اترك حوار وانه اسدها اغلقها واكتفي بان امارس نشاطها خارج العراق. اعتقد وعبر تاريخ طال اكثر من 15 سنه او 16 سنه، قاعة حوار تحولت مع الزمن إلى قاعة حوار حقيقية بين المثقفين والكتاب والفنانين ومختلف المشتغلين في مجال الثقافة عموما. ظل أوضاع كارثية اللي نعيشها الآن، أصبحت قاعة حوار أشبه بمأوى أخير أو شبه أخير من مآوي قليلة جدا تبقت داخل بغداد. دأبت منذ الثمانينات على الحضور إلى قاعة حوار للالتقاء بقاسم سبتي، وأعتقد يعني جازما أنه حوار هي قاسم سبتي، هذا الرجل بمرحه الطويل، بروحه الطيبة، بدأبه على الالتقاء مع العديد من المثقفين العراقيين، على جمع المثقفين العراقيين. وقاعة حوار بالنسبة لي متنفس يومي في حالة الكتابة، أما في حالة اللجوء إلى الإخراج فأعاني انقطاع طويل عن حوار. بعدين انت تقرا القرآن يقول لك القرآن ما يقول لك احنا شو اسمه. ابشركم اجتنا هديه كلش حلوه، مجموعه من
شظايا وبقايا. عوامل عدة أنقذت هذا المكان من مصير طال قاعات العرض الفني الأخرى داخل بغداد، ليس أقلها رغبة المثقفين والفنانين أنفسهم باستمرار نسق الحياة في حوار. تسقط عليها هاي بس أبو علي هاي تفيدك باللي تدخل عندك تطعيم بس. أنتم أدرى يعني بمجرد أن شخص يعمل ريبورتاج ويعمل تحقيق أو تقرير أو إلى آخره عن وضع الثقافي بالعراق والأماكن الثقافية والمنتديات سيشعر مدى يعني ضيق الحياة و تصحرها من أصح، ولكن دوام الحال من المحال كما يقولون. بعد غياب مجموعة هائلة من الأمكنة الثقافية التي كنا نعتبرها أماكن ثقافية، مقاهي ثقافية، بعد غياب مقهى حسن عجمي، بعد غياب مقهى الشابندر، بعد غياب مقهى الجماهير، ملتقى الجماهير، بعد غياب الكثير من الأسماء اللامعة من الفنانين الذين هربوا بأجسادهم، هربوا بجلودهم خارج هذا الوطن القاسي. بقت حوار ظلت مكانا واسعا لنا، نحن الذين لا نستطيع الهروب خارج أسوار بغداد نهائيا أو خارج أسوار العراق. المدينة، حياة المدينة دائما تمثلها الفضاءات الكثيرة المتوفرة بها لالتقاء الناس. يعني عندما نقول مدينة باريس مدينة حية، أو نقول مدينة بغداد مدينة حية، أو عندما نقول هناك مدن حية في العالم، هاي المدن الحية تتوفر فيها فضاءات للقاء. الآن بدأ الزحف للتضييق على الفضاءات في بغداد. بغداد كانت من المدن الحية، من كانوا يوصلون من بلدان أخرى إلى داخل بغداد ينسحرون ببغداد بمقاهيها، بفضاءاتها، بأماكنها اللي نلتقي بها واللي يلتقون بها المثقفين، بفضاءات بيع الكتب، بفضاءات التقاء المثقفين. يعني كانت مليئة بالفضاءات اللي تحيي الإنسان من الداخل، تخليه حيوي دائما وين ما يوصل اكو التقاءاته. هذه انحسرت الان، انحسرت ده تضيق يوم على يوم، الى ان وصلت الى منطقه الحوار اللي احنا قاعدين به. ربما هذا همنا راح ينشال وخلاص. ولكن هذا المكان لم يختفي بعد، هذا على الأقل ما يؤمن به الفنان التشكيلي قاسم السبتي صاحب قاعة حوار. هو مشروع تجاري بحت يعني، ولكن حين تغلب التجارة على الأخلاق فسيكون كارثة على الفنانين، وحين تغلب الأخلاق وتبقى هي سيدة الموقف فسيكون مركزا حضاريا يعين الفنان. يعني الفنان من أين يأتي بالمال اللازم لإقامة المعارض أو اللازم لإعالة نفسه وعائلته؟ فحوار طيلة هذه السنين من خلال بيعها اللوحات، من خلال إقامتها المعارض خارج العراق. طبعا أقمنا معارض كثيرة في باريس وروما وتونس وبيروت وعمان والشارقة والكثير حقيقة. منذ عام 1992 السنة التي تأسست فيها قاعة وكافتيريا حوار، وهذا المكان يزدهي بمختلف الأنشطة الثقافية والفنية والتي يصعب حصرها. ففضلا عن كون حوار قاعة للعرض التشكيلي، وفر المناخ السائد فيها أجواء مناسبة لإقامة العديد من الفعاليات كجلسات القراءات الشعرية والنقدية ومعارض الفوتوغراف وعروض الموسيقى. واستطاع قاسم السبتي أن يحول هذا المكان إلى ملتقى أساسي في حياة المثقفين العراقيين.
وتصالح شنو؟ وما صرت اثنين يعني مش تجبوا انت صالح. وكان النصف الثاني من عقد التسعينيات ذروة الحياة في هذا المكان، ويمكن القول إن أغلب المثقفين والمبدعين العراقيين مروا بحوار، فضلاً عن اتخاذها منتدى دائمياً للعديد منهم. هذا المكان بالنسبة لي يمثل منتدى ثقافي واجتماعي، وهو ملاذ ألجأ إليه كل أسبوع كي أفلت من متاعب العمل اليومي، وبالتالي ألتقي مع نخبة طيبة من الأصدقاء والمثقفين لنتجاذب أحاديث كثيرة حول السينما والثقافة والمسرح والأدب. أعتقد حوار مهمة، لهذا يحتاجها كل مثقف، والحميمية اللي بيها هي اللي تجمع. الحوار ما تجمع فقط التشكيليين، الحوار أصبحت الآن ملك يعني الأدباء والصحفيين والكتاب والشعراء. احنا من يعني عن طريق حوار تعرفت على شعراء كبيرين، منهم الأستاذ عريان السيد خلف تعرفت عليه هنا في قاعة حوار. لا أبالغ إذا قلت بأن لم تبقى صحيفة مهمة في العالم لم تكتب عن قاعة حوار. الصين، صحف في الصين وفي تايلاند، أحكي لك عن جنوب شرق آسيا، وفي اليابان وفي كوريا وفي الهند وفي الباكستان. وصدقني حوار كتب عنها ما يكفي لملء غرفة. كانت محطة أيضا، وهذا طبعا واحدة من الأسباب أن الصحفي الأجنبي حين كان يزور بغداد كان يزور قاعة حوار بحكم يبدو نصائح قدمها له زملاء آخر، إنه حين يزور قاعة حوار سيجد أول شيء ضيافة مجانية، كانوا يشربون القهوة والشاي والحامض، وكانوا يأكلون السمك المزقوف، وهذه الرشاوي الجميلة كانت تدعو شئنا أم أبينا أي صحفي في هذه الكرة الأرضية أن يترك مدينته ليأتي هنا ليجد نفسه معززا مكرما. ثم حقيقة طبيعة الأعمال التي كانت تعرض هي من الطراز الأول، كانت الدهشة تعقد ألسنتهم، لأن لم يكن هؤلاء يتخيلوا بأن هذا الفن التشكيلي العراقي هو من الشرق الأوسط أو في بلد عاش الحصارات والحروب. فنان عراقي فنان كبير مبدع. أكثر من 120 معرضاً شهدتها جدران هذه القاعة، هي حصيلة عقد من عمر حوار، حتى أن هذه الجدران البيضاء لم تكد تخلو في يوم ما من لوحات تعرض لفنان عراقي. وغدا العرض في هذه القاعة تجربة مهمة للعديد من الفنانين. هذه الجدران البيضاء استضافت أكثر من 120 معرض عراقي في الرسم والنحت والخزف. ازدانت بها صالة العرض، المكان الآخر في حوار، والذي لا يمكن للمرء أن ينسى هذه المعارض التي أقيمت هنا لأهم الأسماء في تاريخ الحركة التشكيلية. رئة المكان الحقيقية هو هذه القاعة التي أشعر من خلالها بأننا في سباق مع الزمن، في كل يوم ننجز وفي كل يوم نحلم بأن ننجز. الأعمال الفنية التشكيلية العراقية مؤشر عليها بأنها أعمال مبدعة، وأنا فرح بأني أقمت هنا أكثر من 120 معرض. قاعة حوار تمثل الآن جانبا من الفن العراقي، جانب مهم جدا وفعال ومستديم، يعني أي متواصل مع الحركة التشكيلية في العراق بالرغم من الظروف الحالية القاسية. هذه القاعة يمكن أن تصبح، أو بالحقيقة هي أصبحت مناراً
للفن العراقي والاجتماع الفنانين العراقيين والمثقفين ومحبي الفنون جميعا تلتقي في هذه القاعة. خارج القاعة تبدو زوايا حوار كلها آهلة بالحياة. كل حوار في كفة، وهذه الزاوية الحميمة إلى قلبي في كفة أخرى. هنا ابتدأنا نحن التشكيليون نؤسس لمشاريع مستقبلية. هذه الزاوية تحتوي أحيانا كثيرة جلساتنا في الأكل والمشرب، وبصراحة أحيانا نقيم دعوات السمك المسقوف ونلتقي بشلة المحبة والأنس. التشكيليون دائما تحصيل حاصل، حين يدخل إلى حوار يتوجه إلى هذه الزاوية. الآخرين شعراء وأدباء وأحباب آخرين حقيقة تلمهم تلك الزاوية، أما نحن هنا متحيزين لهذا المكان. هنا عاش إسماعيل فتاح الترك أجمل لحظاته، وإسماعيل الشيخلي وصالح القرغلي وكل فحول الفن التشكيلي. لا تغادرني هذه المعزة، معزة الفنان علي الربيعي الذي غادرنا إلى قطر. طبعا واحدة من أعمال النحت الجميلة بصراحة، واللي أصبحت سمة من سمات قاعة حوار. بحثا عن شيء من الاسترخاء ونسيان الهموم العديدة التي تعصف ببغداد، يجد الفنان نفسه مدفوعا للقدوم إلى كافتيريا حوار. ومن الغريب أن تغدو بغداد على سعتها ضيقة على روح الفنان، ولا مهرب من ضيقها سوى اللجوء إلى ما يذكر بأفضل ما فيها: الثقافة والفن وحرفة صناعة الجمال. البلد تحول إلى سجن كبير، ولهذا السبب تلاحظنا نجي إلى هذا المكان حتى نتحاور نلتقي مع زملائنا. لولا الضرورة القصوى حتى هذا المكان احنا ما نوصل له، ولولا أهمية هذا المكان أيضا ما أترك البيت وأجي إلى هذا المكان بشكل عام. هذه الزاوية والتي تسمى الكافتيريا الشتوي حقيقة ليست لي فيها حصة، يعني لا أحبها ولا أكرهها. هنا يجلس الكثيرين يتحاورون يتناقشون يعشقون، ولكن ضمن الحدود، لأني حقيقة حورت المكان بحيث لا يسمح فيه إلا بالهمس وممنوع اللمس. اللوحة والقصيدة والموسيقى وحوارات الثقافة والإبداع ما زالت تجد طريقها إلى قاعة حوار، وكذلك الأمر مع المسرح، حيث احتفت جدران هذا المكان لمرات عديدة بأصوات الممثلين الشباب وهم يتمرنون على أعمالهم المسرحية القادمة، حيث عز عليهم العثور على مكان آخر لإجراء هذه التمارين. طبعا احنا طلاب مسرح نجي دائما لقاعة حوار نتمرن على العروض المسرحية اللي عندنا. أكثر شغلنا يكون بانتومايم وصامت، فأكثر مكان نرتاح لو نجي به هي قاعة حوار، لأنه أحس من أدخل يعني صراحة قاعة حوار أحس أكو غذاء فني. شعرت بأن بعد أن ساعدتني المنظمة في بناء القاعة العليا بأنها تصلح لمسرح أيضا، لذلك اقترحت على الأستاذ والفنان المبدع الدكتور هيثم عبد الرزاق أن يستقبل أو يتحرك لاستقبال أنشطة مسرحية شبابية ذات طروحات نوعية على خشبة المسرح في القاعة العليا
وفرت قاعة حوار فرصة لنا وأيضا لبعض الشباب من أكاديمية الفنون بإقامة البروفات على قاعة حوار لعمل مسرحية، واسم العمل هو نزول الآلهة عشتار. وطبعا احنا نقدم بروفات في هذه القاعة بسبب الظروف الأمنية اللي تحيط بنا بالبلد، ذلك انه نجد في هذا المكان انه هو المكان الوحيد الآمن يعني لإقامة بروفاتنا بها. ومع ندرة الملتقيات الثقافية المفتوحة في بغداد، اكتسب جاليري وكافتيريا حوار أهمية مضاعفة للعديد من الإعلاميين الذين يقتفون أثر النشاطات الثقافية والفنية الجديدة، ويسعون للقاء مع الكتاب والشعراء والرسامين وغيرهم من المشتغلين في الحقول الإبداعية المختلفة. مواعيدنا الشخصية وحتى مواعيدنا المهنية، مواعيد عملنا، عملي في جريدة الصباح، معظم الشخصيات اللي أريد ألتقي بها أواعدهم في حوار. هذا الدور اللي قامت به حوار على صعيد تعودنا أداء حياتنا اليومية من خلالها. اللي يتبنى مشروع ثقافي أو اهتمام ثقافي يهمه بالمحصلة أي مشروع أو أي مصدر ثقافي أو بؤرة ثقافية، لأنه الاهتمام الأساسي هو بالثقافة. فتلاحظ أنه علاقتنا بقاعة حوار علاقة أستطيع أن أقول عنها علاقة حميمية، لأنه نحن نسير باتجاه محصلة هي الثقافة أولا وأخيرا. وصلت بنا الأمور إلى مفترق طرق خطير طبعا لما يكون الفنان والمبدع في سباق مع الموت، مو في سباق مع الحياة. طبعا عندنا الفنان أحمد الرسام اللي هو حقيقة فنان ممثل ورسام طبعا، وزائد أنا ما أريد أقول كلمة حلاق لأنه فنان بكل معنى الكلمة. كل فترة يجي مع أدواته وبصراحة يساهم في إنعاش الحركة الاجتماعية من خلال حلاقته لعدد من الرؤوس التي لا تصلح للقطع بل تصلح للإبداع. صحف ومجلات وروابط إبداعية وثقافية عديدة تأسست خلال الأعوام الثلاث الماضية. كان فضاء حوار مكانا لعقد أولى اجتماعاتها. من خلال عملي في مجال الفوتوغراف هناك 3 محطات أو 3 فعاليات أقمتها في حوار، أهمها تأسيس جريدة العين الأخرى للفوتوغراف والفنون المرئية. في قاعة حوار اختاريناها للمكان اللي اتفق عليه جميع الأخوان الضيوف والأخوان المؤسسين، وكانت فعالية ارتبطت بشيء تاريخي بالنسبة لنا في تأسيس هذه الجريدة. وما زال العاملون في صحيفة المدى البغدادية يتذكرون كيف أن اجتماعهم الأول لتأسيس هذه الصحيفة كان في قاعة حوار. بعد سقوط النظام مباشرة دون أي اتفاق تجمع عدد كبير من المثقفين العراقيين في قاعة حوار. كانت قاعة حوار في الحقيقة مضاءة وسط ألسنة الدخان والنار، فكانت بمثابة مكان آمن للتجمع. هناك في الحقيقة طرحت فكرة صحيفة المدى من قبل الأستاذ فخر كريم الذي استطاع بالفعل أن يجمع حوله مجموعة من الكتاب والمثقفين، وعرض الفكرة في تلك الأيام وتمت مناقشة الفكرة، وحدث اللقاء الأول بالضبط في قاعة حوار. وكنا في حينها منشغلين في الحقيقة بالمحافظة على الممتلكات الثقافية أو إيجاد منظمة أو مجموعة تسعى للحفاظ على الممتلكات الثقافية. فحدثت عدة لقاءات في قاعة حوار وتم الاتفاق بشأن الجريدة، ويمكن القول أن فكرة جريدة المدى بالفعل قد ولدت بالقرب من حديقة قاعة حوار. لم يكن تأسيس صحيفة المدى في هذا المكان غريباً، فالمكان الثقافي يظل الحاضنة الطبيعية لأي نشاط ثقافي عراقي، كما يقول قاسم محمد عباس الباحث ومسؤول القسم الثقافي في صحيفة المدى.
وكان لجملة ظروف أن ساعدت حوار كي تكون مكانا أساسيا في حياة الكثير من المثقفين العراقيين. أنا أعتقد أن المكان الذي يضم الأدباء والمثقفين يكتسب موقع رمزي في وعي هؤلاء، فابتداء من فكرة المقهى وذبول هذه الفكرة مع منتصف التسعينات برزت أماكن جديدة خارج إطار بغداد القديمة. فقاعة حوار حقيقة جاءت نتاج لهذا التحول في المكان. لم يتخيل قاسم السبتي أن يغدو هذا الكونكريت الكثير الذي يحيط بحوار من جميع الجهات جزءاً من صورة حوار الراهنة. فبعد تفجير استهدف السفارة التركية المجاورة، عمد أمن هذه السفارة إلى إحاطتها والشوارع المؤدية إليها بهذه الحواجز العريضة، فكان أن أغلقت أيضاً الطرق المؤدية إلى قاعة حوار أيضاً. طبعا حوار شأنها شأن كل قاعات العرض، تقع خلف مكعبات الاحتلال الإسمنتية. تخيلوا عندما حدث الانفجار في السفارة التركية قبل عامين، منذ تلك اللحظة ولحد الآن حوار ومعظم هذه المنطقة حقيقة تقع خلف مكعبات إسمنت. نحن طبعا سعداء في جزء من هذا القرار، ولكن الحقيقة أن الكثيرين ممن كانوا يتعنون المجيء إلى حوار لسهولة الوصول إليها باتوا ينزعجون من أسئلة الحرس حول ماذا سبب تواجدكم أو مجيئكم أو هذه الأسئلة تزعج خاصة أصدقائنا المبدعين من شعراء وأدباء وفنانين وضيوف، وبالتالي شحت القدم على حوار وأصبحنا نستجدي أحيانا حقيقة مجيئهم، وبالتالي أنا منزعج في كثير من اللحظات لهذه الأسباب. السفارة التركية كان من المفترض أن تعود بهذه المكعبات إلى مقترباتها. لا يبدو أن لدى السفارة التركية حلاً لهذه المشكلة بسبب احتياجاتها الأمنية، لكونها استهدفت لأكثر من مرة. ويتمنى السيد أوزجان شاهين السكرتير الثالث في سفارة الجمهورية التركية ببغداد أن يتفهم رواد حوار من المثقفين العراقيين موقفهم كسفارة أجنبية داخل بغداد. Komşuluk ilişkilerimiz çerçevesinde böyle önemli bir fonksiyonu icra eden قد تبادلنا الآراء مع السبتي. كون القاعة تقع ضمن المنطقة الأمنية للسفارة التركية، حيث استفادت القاعة من توفير الأمن وبعض الخدمات الأخرى مثل تزويدهم بالتيار الكهربائي وغيرها من الخدمات التي لا مجال لذكرها، ولكننا بالمقابل نشعر أحيانا بالقلق والارتباك الأمني من خلال دخول وخروج أعداد غير قليلة من الأشخاص والضيوف إلى القاعة يوميا، الأمر الذي يسبب إحراجا للطرفين. هذه الدعامات حقيقة مزعجة ومربكة ومخيفة، كتل جاثمة على الأرض لم نألفها من قبل. سمعنا أخيرا من قبل السيد رئيس الوزراء بأنه سوف يتم رفع هذه الكتل، والله نتمنى أن ترفع هذه الكتل من جميع شوارع بغداد، وبالأخص يعني من قاعة حوار. بالتأكيد هذا الجدار الكونكريتي اللي يحيط حوار لا يعطينا أمان أكثر، بل هو يشعرنا بأن هذا الجدار هو يحيط القلب، فعندما يحيط جدار القلب تشعر بكآبة أكثر، تشعر بحزن عميق أكثر. هذا الكونكريت مصدات للعين، بس ومع ذلك أيضا هو يوفر لهذا المكان شيء من الأمان.
التحولات الكبيرة التي حدثت بالبلاد عقب زوال النظام السابق لم تجلب الاضطراب الأمني لرواد حوار ولم تحد الدولي الذي حظيت به، واستطاع قاسم السبتي من خلاله أن يعيد ترميم المكان ويوسع من نشاطاته. شملت قاعة حوار بالإعمار بصراحة من منظمة IRD، وهي منظمة أمريكية إنسانية عمرت قبل حوار دار ثقافة الطفل ومدرسة الموسيقى والباليه ومعهد الفنون الجميلة وجمعية الفنانين التشكيليين، وبالتالي هذا الجمع من المؤسسات الثقافية والفنية أصابنا جزء من هذا الحظ. والحقيقة الفضل يعود إلى مدير هذه المنظمة، الرجل محب للعراق لأنه عربي، ومحب لأن يخدم هذا البلد. فحوار كانت بصراحة جزء لا يمكن نكرانه من تاريخ الحركة التشكيلية. فتم تخصيص مبلغ قدره $75,000، وكما ترون أصبحت حوار قاعة من أجمل القاعات، والحقيقة واسعة جدا لأنه تم توسيعها وبناء وإضافة أيضا. يعني هل تصدق بأن هذه $75,000 هي أزاء ماذا؟ شرطها الوحيد أن تقيم حوار دورات في الرسم أو في الخط أو في هذا لأبناء منطقة الوزيرية، وسوف تدعم هذه الأنشطة أيضا، يعني أيضا من عندهم تدعم. لذلك يعني ما الضير في أن تتعاون مع منظمة إنسانية تقوم لك بإعمار بيتك وتهتم بأبناء منطقتك وجلدتك. الحراك المميز الذي أنتجته حوار داخل الحياة الثقافية ببغداد لا يملك صورة واحدة لدى الجميع، ويمكن أن تجد من يتخذ موقفا سلبيا إزاءها وإزاء صاحبها. كلية الفنون القريبة التي غدت حوار بالنسبة لها نوعا من الحديقة الخلفية، والتي ارتبط العديد من طلبتها وأساتذتها بشكل تقليدي مع طقس الحضور إلى كافتيريا حوار، لم تخلو أيضا ممن يرفضها لأسباب شتى، وامتنع أصحاب هذه الأسباب عن الحديث أمام الكاميرا. غير أن جزءا كبيرا من حياة حوار مصدره كلية الفنون أيضا. حتى ندخل في بغداد وفي جمالية بغداد، أرى بغداد مصغرة في حوار، المكان الجميل الذي آوى كل هؤلاء، وأصبحت حوار ملاذا جميلا آمنا نلتقي فيه ونفكر فيه ونبني برامجا مشتركة، سواء كنا مسرحيين أو فنانين تشكيليين أو شعراء أو أدباء. ويبدو لي أن المكان مكان حوار مكان يلوذ به الكثير من المثقفين اللي يحتاجون أن يتناقلون أطراف الحديث من هنا أو هناك. الكل يسعى في خدمة معينة، أكيد يحمل رؤية معينة. كل الأماكن الأخرى غير آمنة، وحتى هذا المكان هو غير آمن. لو تعرف أنه الوضع بالعراق وضع غير آمن إطلاقا، وما ممكن أن تؤمن على أي شيء، الكل مخطور. لكن المثقف العراقي يتحدى الكاتب والقاص والأستاذ والشاعر. قاعة حوار تمثل مستوى طموح المثقف العراقي، لأن جميع المثقفين وأكثرهم وأغلبهم الموجودين حاليا بالقطر بالعراق موجودين يلتقون هنا، فأعتقد أنه هي مكان مناسب للمثقف العراقي. بس اكو قضية اسمها بزنس، هو أنت بينك وبينه شغل. أنا بالنسبة لي ما أقدر أتدخل، يعني مو من الأصول. وهناك في سياق الحديث عن الجانب الآخر من صورة حوار من يتحدث عن بعض الغموض في علاقة قاسم السبتي مع مقتنيات مركز صدام للفنون، والتي نهبت من قبل اللصوص عقب سقوط النظام مباشرة. مقتنيات حوار حقيقة هي خليط ما بين حلال وحرام، وستفاجأ من هذا الجواب. الحلال هو كل أعمال الفنية التي هي بحوزة القاعة منذ أمد بعيد لفنانين رواد ومن كل الأجيال، والحرام
هو ما اقتنيته أنا بمالي الحلال لأعمال من متحف الفنون، متحف بغداد ومكان يسمى مركز صدام للفنون، من أعمال الرواد التي وجدناها على أرصفة الشوارع. حين وجدت نفسي لوحدي وما وعدني به السفراء قد ذهب هباء، استعنت بمالي الخاص وصرفت ما يقدر ب$8600، وأنا أحتفظ بالأعمال الآن أمانة. ويكفي أني على استعداد، طبعا أعلنتها مرات عدة، أن أمنحها إلى وزارة الثقافة، ولكني للآن لا أجد الأمان المناسب والضمان لكي أحس بأن الدولة قد قامت فعلا، وإني بهذه الأمانة أضمن لها المستقبل. أمسكت حوار باللحظة الأثيرة القادمة في صورة الفن العراقي الناصعة في معرضها تحية إلى بغداد، الأول بعد 100، الأول في العراق الجديد الذي أقامته بمشاركة أكثر من 40 فنانا من مختلف المدارس والأجيال والأجناس الإبداعية. لقد كان هذا المعرض احتفاء بالفن العراقي وبالحرية والزمن الجديد. الناقد التشكيلي الدكتور جواد الزيدي: حقيقة تعتبر قاعة حوار من القاعات الأولى ببغداد، يعني حاليا بدون جدال، يعني هي المكان الوحيد اللي نلتقي به نسوي أنشطتنا، وخاصة بعد الأحداث. منذ تأسيس هاي القاعة حافظت على توازنها لاحتضان الإبداع من كافة شرائحها، سواء من خلال أمسيات أدبية أو موسيقية أو عروض لفنانين محترفين فقط. يعني هاي المعروفة عن قاعة حوار منذ تأسيسها، وهي من القاعات المميزة اللي يرتبط اسمها أكيد بالفنان قاسم ستي. حقيقة يعني احنا أنا أمتلك قاعة شخصيا، بس أفضل أن أجي هنا قبل ما أروح لقاعتي، بيها سر معين يعني ما أعرف شنو سهل، وأكيد هي هاي المجتمعة يعني، وأكيد وضعيتها يعني أنه سابقا كان من القاعات يعني المميزة هي إلى ذكرت 5 قاعات، فأكيد قاعة حوار راح تكون وياها. حوار قاعة الفنون وكافتريا المثقفين والمبدعين تبقى مكانا أساسيا حاضرا في ذاكرة رواده. تظل أبوابها مفتوحة رغم كل شيء، لخطوات تبحث عن جدوى حياة، صوت موسيقى ولمسة فن عراقي وإبداع أدبي هو الصورة الأكثر دواما ورقيا في حياة بغداد والثقافة العراقية.